عندكم بطيخة؟ يبقى لازم تجربوا الوصفة دي للصيف، وصفتين منعشين من بطيخة واحدة، وخصوصا لو البطيخة طلعت أي كلام. معايا بطيخة بقطعها نصين بالشكل ده، بشيل القلب بتاعها بمعلقة أو بقورها زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا القلب ده بشيله على جنب وما ارميهوش خالص علشان هنعمل بيه الوصفة بتاعتنا. نفضي البطيخة زي ما انتوا شايفين كده. عندكم بقى اختيارين، اختيار ان انتوا تحطوا فيها فواكه، حطوا فيها الفواكه اللي انتوا عاوزينها، واختيار تاني من غير فواكه هعمله معاكم برضو. حطيت توت وفراولة وعنب وقلبتهم مع بعض كده، وهنحتاج باكيتين من الجيلي البطيخ، وانا مستخدمه دريم. وهحط على الباكيتين كوبايه ونص من الميه السخنه، واقلب وادوب كويس قوي حبيبات الجيلي، وبعد كده احط عليهم كوبايه ونص من الميه البارده. نسكب بقى الجيلي ده جوه البطيخ، وبنحطها بقى في التلاجة علشان تجمد وتمسك نفسها. حطوه على طبق غويط جوه التلاجة علشان تفضل واقفه كده ما تقعش لا شمال ولا يمين. عملت بقى كمان واحده تانية بجيلي بس من غير فواكه خالص، دي بقى تحفه تجنن. والبطيخ بقى اللي طلعناه هنعمل بيه بقى الوصفه التانية، بنحطه في الخلاط، نحط عليه بقى شويه كده من النعناع، تلت كوبايه من السكر، وممكن يقل او يزيد عن كده على حسب حلاوه البطيخ، ليمونيه كامله متقشره، وشلت الابيض كمان. بنضربهم في الخلاط كويس جدا، وبعد كده نعديهم على مصفى، ودقوا بقى ألذ عصير بطيخ بالنعناع والليمون، ريفريشنج جدا وفي الصيف والجو الحر ده. الجيلي بقى جامد اهو، بصوا مسك نفسه ازاي، بصوا بقى شوفوا الجمال، شوفوا شكله حلو ازاي وماسك نفسه ازاي. تقدروا طبعا تنوعوا وتحطوا اي نكهه او اي طعم جيلي جوه البطيخه، في 11 نكهه مختلفه، وفي كمان ميكسات. بصوا بقى اللي فيها الفاكهه شكلها حلو ازاي تجنن. حلو بقى لو انتوا في المصيف مثلا، عندكم اطفال، عندكم ضيوف، عايزين تقدموا الجيلي كده ايه بطريقه مختلفه وجديده ومحدش يحس ان انتوا عاملين جيلي ولا حاجه، جربوا بقى الطريقه دي. مفيش صيف من غير جيلي دريم.